النهارده معاكم حلقه جديده من برنامجكم الحكايه. النهارده هنتكلم عن هو المصري بيعمل ايه لما يجي يفتح مشروع. طب أنا دلوقتي كده معايا خطة المشروع بتاعي، مطعم بتاع بيتزا في مدينة نصر، هيبقى زي الفل. بس أنا مشكلتي الوحيدة إن أنا محتاج إن أنا أطلع له الورق بتاعه عشان مروحش في مشكلة. بس محتاجة بقى محامي هيقعد بقى ياخد مني فلوس ويحور عليا، والموضوع هياخد وقت على ما أفتح. كل ده تضييع وقت أنا مش محتاجه بصراحة. فأنا بصراحة كده أروح أفتح المحل وأنا ورق محامين ولا أي حاجة، وكله بالحب بيمشي. ما جاتش عليا البلد كلها ماشيه كده يعني، فخلاص ولا ورق ولا حاجه، ووفر الفلوس دي للشغل. زي ما شفنا في الفيديو ده اغلب الناس بتعمله لما تيجي تفتح مشروع. طب ليه بيعملوا كده؟ ده لاسباب كتير جدا، منها ان هو عايز يوفر الفلوس بتاعته بدل ما يدفعها للمحامي او المحاسب يوفرها للمشروع بتاعه. غير موضوع الروتين اللي بيواجهه في المصالح الحكوميه، عايز ينجز وقت. ده غير طبعا ان هو ما فيش ثقه ما بينه وبين المحامي او المحاسب علشان يديله فلوس علشان يبدا ياسس له الشكل القانوني بتاع الشركه. طب بعد ما عرضنا الكلام ده كله وعرضنا المشاكل، طب هو فين عمل الكلام ده؟ إيه اللي ممكن يواجهه؟ هيواجه طبعا مشاكل كتير، منها ان هو هيواجهه مع الضرايب، هيتعمل له تهرب ضريبي. ده غير مشاكله مع الحي عشان خاص التراخيص بتاعته. ده غير طبعا مشاكله مع الصحه. فوق ده كله بقى المشروع ممكن يقفل اصلا، وبدل الفلوس كان موفره عشان خاطر يفتح المشروع كل الكلام ده كله خسر. طب ليه توصل نفسك لكل ده؟ ما عندنا في مؤسسه توم كي بتوفر ليك الثقه والامان والسرعه في تاسيس الشكل القانوني للشركه او للمشروع بتاعك. من الاخر، احلم بالمشروع انت عايز تحققه وتعب التاسيس عليه. شكرا لكم.